عم ميسو اشتغل قد ايه في امريكا عشان اجيب عربيه؟ اسبوع، اسبوعين، 3، شهر، شهرين، 6 شهور، على حسب انت عايز ايه. طبعا هتلاقي عربيات بتبدأ من $500 وارخص كمان والله، لحد وانت طالع بقى 1000 و2005 و10 وكله. فاهم قصدي؟ والجديد برضك غالي، بس الجديد هتبقى محتاج ان انت تبقى شغال عشان يبقى عندك كريدت وكده عشان تعرف تجيب قسط، ماشي. انما المستعمل انت يعني بتشتغل وبتحوش وبتجيب بقى حاجة تمشيك مؤقتا لحد ما بعد كده هات حاجة يا عم أحسن. يعني أنا مثلا عن نفسي، مثلا أول ما جيت أمريكا والله العظيم أول عربية ليا جبتها ب $200، والله العظيم ب $200 كانت فورد. والله قعدت معايا سنة وكنت شغالة. طبعا مش الحالة اللي هي لكن شغالة ماشية. كل اللي عملته إن أنا غيرت إيه العجل بتاعها، فاهم قصدي؟ إنما كانت شغالة والله. وكمان لما غيرت العجل بتاعها غيرته مثلا بعد 3 أشهر، اللي كانت شغالة وكانت مقضياني مشاويري وكده وشغلي اللي في الأول. وبعد كده جبت حاجة تانية والله العظيم. كنت جايب ساعتها مش فاكر كانت دادج اللي جبتها بعد الفورد. المهم يعني وبعت بعد كده الفورد اللي انا كنت جايبها دي ب $200، بعتها بعد كده والله ب $500، واللي بعتها له لحد دلوقتي لسه موجوده عنده. فهتلاقي كل حاجه في امريكا، بس طبعا لازم تبقى فاهم في العربيات، لازم تبقى فاهم في الميكانيكا عشان ما تشتريش حاجه وتلبسها من الاخر كده يعني. لكن هتلاقي كل حاجه في امريكا، والحاجات الرخيصه دي بيبقى عليها مايلات كتير جدا، لكن شغاله على فكره، شغاله. بس انت بس خلي بالك وانت بتشتري، يعني لازم يكون عندك فكره شويه في العربيات عشان ما تلبسش في حاجه، فاهم قصدي؟ بس كده. وبعد كده يا عم لما تجيب حاجة رخيصة هات حاجة أحسن بعد كده لما ربنا يكرمك، فاهم قصدي؟ ده المقصد يعني، إن أنت ما تجيش أمريكا ويبقى معاك مثلا $5000 جاي بيهم وتروح تجيب لي عربية مثلا ب $4000. أحمس يعني، معلش يا جماعة. لا طبعا، خليك ذكي، يعني هات حاجة تمشي بيها حالك، وبعد كده لما تشتغل وتقف على رجلك هات حاجة أحسن يعني، فاهم قصدي؟ بس كده، ده المقصد يا جماعة. يلا بالتوفيق للجميع وبحبكم جدا جدا. إيه يا عم ميزو، السلام عليكم.